بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مريمينا مفرح القلوب. رسالتك النهاردة بشفاعة قدسنا العظيم سريع الندهة الشهيد ماري جرجس، بركة صلواته وشفاعته تكون معانا كلنا. بيطمنك برسالة حلوة وبيقولك اطمن جدا، مالك بالك مشغول قلقان على طول، الهموم معاك بالطول. طب بسرعة قول يا رب يا يسوع المسيح، هتلاقي الهم يزول ومشاكلك بقى ليها حلول، لأن هو إلهك اللي عنك مسؤول. مهما تكون حزين وفي ضيقة ووحيد وحاسس إن ملكش حد شاعر بيك، انده عليه تلاقي ايديه ممدودة ليك بكل امان، بتطمنك هو مسيك حواليك ومعاك في كل خطويك. مش هيحصل ليك اي اذى او ضرر ما دمت انت في حمايته. الآية بتقول انتم قصدتم بي شرا واما الرب فقد قصد به خيرا. متخيل كمية الحماية الإلهية والأمان اللي في الآية دي؟ يعني مش بس هيحفظ دخولك وخروجك، لا، ده كمان لو حد رتب انه يقصد بيك شر هيتحول الشر ده لخيرك. يعني مهما رتبوا لأذيتك خليك متأكد انه لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. سيب اللي يخطط يخطط واللي يدبر يدبر واللي عاوز يضرك يتفضل، لكن ثق ان إلهك القدير يسوع المسيح موجود، هو ضابط الكل، هيتدخل والشر ده هيتحول لخيرك، لأن انت ابن القدير. ما تخافش من شيء، إلهك بيحبك وهيستجيب لسؤالك، هو عارف احتياجاتك وهيسددها. اللي سندك السنين اللي فاتت قادر يسندك باقي أيامك اللي جاية. إله المفاجآت الحلوة هيفرح قلبك، اطمن بيه، حياتك قيمتها بوجوده فيه. فلو محطوط انت في موقف صعب وقوتك مش مساعداك انك تكمل، لسه في رجاء. الكتاب المقدس في تيموثاوس الثانية أصحاح 4 عدد 17 و18 بيقول الرب وقف معي وقواني وسينقذني الرب من كل عمل رديء. قوتك تخلص لكن قوته هو له كل المجد ما بتخلص طول العمر. ضعفك في إلهك قوة، بيحميك بقوة عجيبة. مش بس حماية، لكن حتى لو دخلت في حتة مش بتاعتك، حتة كلها شر عليك، ثق انه هينقذك ويمد ايد قوة ومعونة ليك. عينه عليك باستمرار في كل طرقك، بيلاحظك وبيصونك وبيشدد يدك ويحول أحزان قلبك لأفراح، لأنك غالي عليه. بيطمنك ويقولك أنا معك يقول الرب لأنقذك. مش هيسيب حاجة تمنتها أما يحققها ليك وأحسن منها كمان، بس انت سيبها عليه، تعويضه جاي جاي، ما تقلقش وما تشيلش الهم. يسوع استجاب منذ أن دعوته وبيدبر لك الأمر. الأوجاع سترحل والفرح سيطرق باب قلبك. ثق بإلهك وتفائل خير، ما تخافش، هتفرح وهتتعوض تعويضات جميلة. ربك حنين قوي وبيحبك وبيعمل الصالح ليك دايما. هيفتح ليك أبواب وطرق كان من الصعب إنها تتفتح. اللي خلق الظروف هو اللي هيخلق طرق الخروج. فاطمئن، تدابيره بتفوق العقول. اوعى تيأس أبدا، هو له كل المجد، قال لا أهملك ولا أتركك. عيني عليك من أول السنة لآخرها.
نقشتك على كفي، ومن يمسك يمس حدقة عيني. الخطوة اللي جاية هتضع رجلك على السكة اللي بتتمناها بعد ما كنت ماشي في سكة مفروضة عليك. الخطوة اللي جاية هدية من ربنا ليك، هيتدخل في حياتك بمعجزة قوية، لأنه صانع العجائب والمعجزات، ومش بيهمه غير إنك تكون مرتاح. ارمي همومك عند قدميه وقول لهمومك أنا ليا رب كبير هيحملها عني وما عندوش مستحيل. ثق إن مفيش دمعة هتبكيها قدامه وانت بتصليله إلا وهيعوضك عنها فرح وطبطبة. اطلب منه بثقة وإيمان ما تريده، وهو حتما سوف يسمع ويستجيب، وسوف يأتيك. يسوع هو عونك فلا تخشى شيء، هيحلها بطريقته، ما تشيلش الهم، ما بيكسفش أبدا اللي متعشم فيه، سيريحك من كل أتعابك وسيبطل مؤامرات الأشرار ضدك. ما تخافش، جملة لا تخف مكتوبة في الإنجيل 365 مرة. ده معناه إن الرب يسوع المسيح بيذكرك مرة في كل يوم في السنة أن يكون لك إيمان وأن تعيش بلا خوف. اطمئن إن كنت تمر بضيقة صعبة ومضغوط حاليا، ذكر نفسك إن الأمر هذا مؤقت وسينتهي سريعا بقوة رب المجد يسوع. ربنا عنده حلول كتير، مش هيسيبك ولا هينساك، هيسندك وهيدبر لك كل الخير، ولا خوف ولا فشل هيصيب قلبك لأنك انت اتكلت عليه. ربنا هيهدي أمواج قلبك المضطربة وهيشفيها من صراعات الأفكار اليومية. هوذا الله معينا لنا. افتكر دايما ان ربنا معاك ولا يمكن هيسيبك. بيقولك إذا اكتست في المياه أنا معك. اطمن، سيظهر لك ذاته ويعمل معك، ليس فقط حسب احتياجك بل حسب قدرته ولمجد اسمه القدوس. مش هيسيبك متعلق، هيحسم الأمر ويحركه لخيرك، هيرتب أفكارك ويهدم كل يأس في قلبك، هيجعل للفرح والسعادة مسكنا في قلبك. الإشارة اللي طلبتها من ربنا كبيرة هتجيلك. آمين. يا رب يسوع المسيح، من أعماق قلوبنا بنشكرك يا إلهي على محبتك وعلى عطاياك وعلى رحمتك. يا رب من فضلك قول للأحزان تسيبنا وللهموم كفاية. اجعل الفرحة تملأ قلوبنا وبيوتنا وحياتنا. سهل علينا كل صعب، اسعد قلوبنا وفرحنا. محتاجين ليك يا رب، محتاجين ليك في ضعفاتنا علشان تقوينا، وفي ضيقتنا علشان تفرحنا وتعزينا، وفي ألمنا علشان تداوينا. وجودك في حياتنا يكفينا يا رب. من فضلك افتح لينا أبواب البركة والرزق والنجاح لأولادنا. اشفي المرضى وعزي الحزانة. احفظنا من كل شر وشبه شر. ادينا يا رب القوة اللي نقدر نكمل بيها. طبطب على قلوب التعبانين والمتضايقين. صبحنا يا رب على خيرك وما تحوجناش أبدا لحد غيرك. واثقين يا رب انك انت دايما بتسمع لينا وبتستجيب، ولك الكرامة وكل المجد. آمين. وبركة وشفاعة القديس العظيم ماري جرجس الروماني تكون معانا كلنا. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم. آمين.